السلام عليكم، مرحبا بك في هذا الفيديو اللي غادي نتعرفوا فيه على الانواع ديال الاجسام، وباش تعرف اش من نوع ديال الاجسام كتنتمي له، واش الاندومورف ولا الميزومورف ولا الاكتومورف، وكل نوع وباش كيتميز، وكل نوع ونقاط الضعف ديالو، وكل نوع والطريقه ديال التدريب ديالو الخاصه. بسم الله على بركه الله نبداو. إلا خرجتي لأي بلاصة عامة فيها بزاف ديال الناس غادي تلاحظ بأن الناس مختلفين، كل واحد والنوع ديال الجسم ديالو، كاين اللي غليظ، كاين اللي رقيق، كاين اللي عنده شوية عضلات، كاينين بزاف ديال الأنواع والأشكال ديال الأجسام. والتصنيف ديال هاد الأجسام دارو واحد الدكتور سميتو ويليام تشيلدون، جمع 46,000 تصويرة ديال إناث وذكور. هاد 46,000 جمعهم في 88 فئة وسماهم أنماط جسدية، وباش يبسط دوك 88 نمط جسدي قسمهم على 3 وعطى كل واحد تسمية وكل واحد باش كيتميز. كاين الاندومورف والميزومورف والاكتومورف. الاندومورف هما الناس اللي عندهم دهون بزاف وعظام كبار بزاف، وغالبا الطول ديالهم كيكون من القصير حتى المتوسط. بناء العضلات ما تيكونش عندهم مشكل، على العكس المشكل اللي تيكون عندهم هو باش ينقصوا الدهون. وهذه الفئه صعيبه في التصنيف، لان الانسان يقدر يكون ميزومورف ولا اكتومورف ولكن ما كيهتمش بالصحه ديالو، يعني ما تيترينيش وتياكل بزاف الفاست فود والسكر، يقدر يولي الجسم ديالو عامر بالدهون ويكونوا كيسحب واش اندومورف. الاكتومورف هو غالبا تيكون الانسان رقيق، عندهم اعضاء رقيقه وطويله. الناس اللي كينتميو للاكتومورف عندهم حظوظ كبير لانهم ما كيخزنوش الدهنيات، ولكن كيكون شويه صعيب باش انهم يبنيو عضلات، ماشي ما يبنيوش غيبنيو عضلات، غير هو تكون شويه صعيبه مقارنه مع الاخرين. الميزومورف هما المحظوظين بزاف بالنسبه للناس اللي تيترينو كامل الاجسام، غالبا كيكون عندهم عظام كبار وما تيكون عندهم حتى مشكل في بناء العضلات، وكذلك ما تيكون عندهم حتى مشكل باش يتخلصوا من الدهون. وكاين فيهم اللي كيزيد الدهون بسهوله، وكاين اللي العكس الدهون ما كيزادوش بسهوله، ولكن قليل بزاف باش تلقى مثلا واحد الشخص كينتمي لواحد الفئه معينه، يعني كينتمي اما ميزومورف ولا اندومورف ولا اكتومورف. الاغلبيه كتلقى مزيج بين هاد الثلاثه. هنايا الدكتور ويليام دار واحد التجربه باش كل شخص يعرف اش من نوع ديال الاجسام تينتمي لهم. عطى لكل نوع تنقيط من 1 حتى ل 7. مثلا الشخص كان نحيف بزاف فنعطيوه 6 في الاكتومورف، وعنده واحد شويه ديال العضلات نعطيوه 3 في الميزومورف، ولكن الدهون عنده قليله نعطيوه 2 في الاندومورف. بما ان عنده 6 في الاكتومورف و3 في الميزومورف، يعني هذا الانسان ضعيف وفي نفس الوقت عنده شويه ديال العضلات. هنا غادي يكون مزيج ما بين الميزومورف والاكتومورف، وغادي نعطيوه السميه ديال اكتو ميزومورف لان اكتومورف غالبه على الميزومورف. وهذه هي الطريقه اللي اقترح ويليام باش تعرف النوع ديال الجسم ديالك. دابا غادي نحاولوا نتعرفوا على كيفاش نترينيو وناكلوا بالنسبه لكل واحد، الاندومورف والميزومورف والاكتومورف. نبداو بالاكتومورف. باش الشخص اللي كينتمي للاكتومورف يبني عضلات خصو يدير حصص قصيره ويكون كيركز على التمارين المركبه بشكل كثير، ما يفوتش من 6 حتى 8 ديال التمارين في كل حصه. الاكتومورف ما كيخزنش الدهون، داكشي علاش فترات الراحه بين كل مجموعه ولا كل سيري ماشي مشكل واخا تكون طويله. بين كل مجموعه يقدر يدير من دقيقه حتى 2 دقائق، ما كاينش عنده مشكل. بالنسبه للكارديو ضروري يدير من 2 حتى 3 ديال الحصص في السيمانه، غير هو ما يديرش الكارديو لمده طويله، 20 دقيقه كافيه. الكارديو مهم بزاف للقلب والرئتين وغادي يساعدك بزاف باش تبني عضلات. بالنسبه للاكتومورف ما عندوش مشكل حيت ما كيخزنش دهون، داكشي علاش اي حاجه كلها ما غاديش تخزن ليه دهون. ولكن الا كان باغي يبني عضلات ضروري خصو يلتزم بالتغذيه الصحيه ويكون كيركز بشكل اساسي على البروتين وكذلك المغذيات الاخرى. بالنسبه للمغذيات درت بلاي ليست فيها جميع انواع المغذيات اللي غادي تحتاجهم كرياضه. ندوزو للاندومورف. الاندومورف هو عكس الاكتومورف، سهل باش انه يخزن دهون وسهل باش انه يبني عضلات. وبالنسبه للطريقه ديال التدريب ما عندوش مشكل واش يخدم تمارين مركبه ولا تمارين العزل، يقدر يدمجهم بجوج. بالنسبه لفتره الراحه بين كل مجموعه من الاحسن تكون من 20 حتى 30 ثانيه. وبالنسبه للتمارين ديال الكارديو مهمه بزاف للاندومورف، يقدر يدير الكارديو حتى 6 مرات في السيمانه. وبالنسبه للمده ديال كل حصه ديال الكارديو 45 دقيقه. الاندومورف يقدر يزيد حتى تمارين خارجيه بحال مثلا المشي لمسافات طويله، ركوب الدراجات. هذه غا فكره زوينه يقدر يعوض بها الحصه ديال الكارديو. بالنسبه للتغذيه الاندومورف خاصو يلتزم بالتغذيه بشكل صارم لانه
ساهل باش تراكم عنده الدهون. داكشي علاش خصو يلتزم، خصو يتجنب الفاست فود والمقليات والسكريات، داكشي راه باين، ويكون كيركز بشكل اساسي على المغذيات الرئيسيه وعلى حساب الهدف ديالو شنو باغي يدير، واش يزيد كتله عضليه ولا ينقص الدهون. دوز دابا الميزومور. الناس اللي عندهم ميزومور محظوظين بزاف لانهم جاو بين هاد الفئتين بجوج. الناس اللي عندهم ميزومور محظوظين بزاف لانهم ساهل باش يبنيو عضلات وفي نفس الوقت ساهل باش يتخلصوا من الدهون. الشرط الوحيد هو انهم يترينيو وياكلوا بطريقه صحيحه. كيتميز الميزومور بسرعه الاستشفاء ويقدر يتحمل التمارين المكثفه وما ملزومش عليه باش انه يلتزم بالتغذيه بشكل صارم، ولكن الا كان باغي يبني عضلات او باغي صحه مزيانه فضروري خصو يلتزم شويه، ماشي بحال اندومو. بطبيعه الحال حتى هو خصو يركز على جميع المغذيات. الا سبق لي وذكرت بانني راه درت بلاي ليست فيها جميع المغذيات وكيفاش تيخدموا. دابا غادي نحاولوا باش تعرف لاش من نوع كتنتمي. اول حاجه تقدر ديرها هي توقف قدام المرايه وتشوف واش الكتاب ديالك عراض او لا عادي، العظام والمفاصل ديالك واش كبار او لا عاديين، واش كتزيد الدهون بسهوله ولا واخا تاكل اللي بغيتي ما كتزيدش. هاد المؤشرات كتعطيك فكره وتقدر تقربك من اش من نوع كتنتمي، والنوع ديال الجسم ديالك مهم بزاف باش انك تعرفو. وإلا عرفتي اش من نوع كتنتمي ليه غادي تسهل عليك الطريق بزاف خصوصا في البدايه. وكل نوع ديال الجسم عنده نقاط قوه وهذا الشيء غادي يقدر يخليك حتى باش تعرف اش من نوع ديال الرياضه تقدر تعطي فيها. هذا الجدول هذا فيه اقتراح ديال بعض الرياضات اللي كينتميو لكل فئه. هذا الجدول غير كاقتراح لان اي انسان يقدر يوصل لاي حاجه مأمن بها مهما كان النوع ديال الجسم ديالو. هنا كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى ان هذا الفيديو ما يكونش داز خاوي، تكون خديتي معك شي حاجه.